يا صباح السعادة والسكر الزيادة، صباحكم معطر بذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صباحكم زي العسل، صباحكم زي الفل. طبعا جالكم النهاردة بفيديو جديد ليوم جديد، يوم سعيد عليكم كلكم. ونبتدي فيديو النهاردة كالعادة يا سادة بحبة غسيل. طبعا كان عندي الكبرتية الكوفرتة دي عاوزة تتغسل، فأنا شغلت الغسالة الأول وبعدين دخلت جري على المطبخ. طبعا كان عندي الفطار، فانا بقى بحضر الفطار بكره. يعني انا من الناس اللي بحب اعمل يعني ما يبقاش بيتي فاضي. فطبعا كنا الفيديو اللي فات عاملين الباتيه، فطبعا دلوقتي هنشوف هنفطر بقى بيه. وقلت هنا قبل ولادي ما يقوموا اعمل لهم حاجه حلوه كده، يقوموا ايه، ينتعشوا بيها. هما اساسا كانوا طالبين مني الكيكه الشاتو دي، وكنت جايبه حاجتها وعيناها في قلب التربو وناسياها. انا بقول لكم الزهايمر شغال معايا اليومين دول. طبعا هنا هنحط اربع بتاع ده كوبايتين. اول حاجه جبت هنا في شفشق الخلاط، حطيت هنا كوبايه حليب دافيه، وحطيت كوبايه سكر، وحطيت هنا 2 باكت فانيليا زي ما انتم شايفين كده. وهنا حطيت ربع كوبايه زيت وضربتهم ضربه حلوه في قلب الخلاط. وبعدين نزلت عليهم هنا باتنين كيكه، اللي هي الهوهوز جميله، وبتقلب لك الكيكه صينيه الكيكه بقت كلها هوهوز بصراحه. انا قلت اجربها بالطريقه دي، طعمها تحفه وقلبت معايا شوكولاته خالص. وحطيت كيس بقى نسكافيه بندق، بصم قلبها لي طعمها بقت جاتوه. طبعا ضربتهم ضربه حلوه في قلب الخلاط. وبعدين خدت منهم مج اللي انتوا شفتوه حطيته في التلاجة. وجيت حطيت بقى في قلب الشفشة هنا تاني بيضتين. والفانيليا طبعا ما نسيتهاش، انا قلتها بس انا برجع بكررها يعني. وضربتهم ضربة كويسة قوي. وقمت نازلة عليهم هنا بقى بمعلقتين كاكاو اسباني خام كبار. وقمت جاية هنا بقى جايبة كوبايتين دقيق نخلاهم كويس. وحطيت عليهم ذرة ملح وباكت بيكنج باودر. وقلبتهم تقليبة حلوة، وبعدين نزلت عليهم بالخليط ده كله. وبعدين جبت هنا بقى ربع معلقة بيكنج صودا، وحطيت عليها معلقة خل أبيض كبار. ودوبتهم قوي، ونزلت عليهم على الخليط اللي أنا كنت بعمله يعني بتاع الكيكة. قلبتهم تقليبه حلوه قوي من غير لا خلاط ولا اي حاجه. وكنت هنا مبطنه طبعا الصينيه بالدقيق، حبه رشه زيت خفيفه كده مع حبه دقيق. ونفضتها وقمت حاطه الخليط، وهبدي بقى الهبدتين اللي انا عملتهم هنا. ودخلتها طبعا الفرن، كنت قايداها قبلها بربع ساعه وعلى الشبكه اللي في النص. ما تفتحيش عليها اللي بعدها بتلت ساعه. طبعا هنا الحاجات بقى اللي طلعت من الكيكه وكده والمواعين مسكتهم غسلتهم طبعا اول باول عشان اسهل على نفسي. طبعا هنا بقى بدأ وبوريكم ان انا غسلت يعني وغسلت الحوض وكده. اسكت على كده ابدا والله ما اسكت. هنا بقى قلت اعمل بقى ايه اعزز الطعم، لقيت عندي هنا كوبايه كريم شانتيه. طبعا ده اللي هو الكريم شانتيه اللي هو الخام. حطيت عليه نص كوبايه ميه متلجه. ونزلت على او ممكن نص كوبايه حليب براحتك. وقمت جايه مقلباهم تقليبه كويسه كده الاول عشان ما يعفروش معايا، ونزلت عليهم بالمضرب وحطيت معلقه سكر بودر عشان اظبط الطعم. في الوقت ده كانت الكيكه طلعت من الفرن، على ما غسلت الطبقين وعملت الكريم شانتيه كانت الكيكه طلعت. شايفين كيكه قمر. هنا طبعا اما استوت في الفرن فتحت عليها الباب شويه وما طلعتهاش مره واحده عشان ايه ما تهبطش مني. وبعدين اختبريها بالخله كده في النص، ما طلعش فيها عجين ولا حاجه والخله طلعت معاكي نضيفه خلاص بقت هنا استوت. هنا طبعا ساعه ما طلعت حطيت عليها نص كوبايه حليب. بس بعد ما تطلع ب5 دقايق يعني ما تسقيهاش اي حاجه عشان ما تعجنش منك الا بعدها ب5 دقايق ما تهدى كده. وطبعا بعد الحليب هنا بعدها ب5 دقايق ما شربت الحليب نزلت عليها بالكوبايه اللي احنا عيناها في قلب التلاجة. وهسيبها هنا بقى لما تبرد خالص في قلب التلاجة براحتها بقى، انا مش مستعجله عليها. لان طبعا انا مش هناكلها يعني محدش هيصبح على نفسه بالكيكه دي الصبح دلوقتي. طبعا كانوا في الوقت ده بقى اولادي قاموا من النوم شموا الريحه بصراحه فحفحت كده. كانت هنا الساعه بقى 8 بالظبط. انا صاحيه الساعه 7 الا ربع. هنا 8 بالظبط عشان كان وراهم دروسهم. وطبعا ده يوم ما بعد العاصفه. انا ما شفتش عاصفه بصراحه، انا شفت تراب خفيف بس ما شفتش العاصفه اللي هم بيتكلموا عليها. طبعا وده الباتيه اللي انا كنت عاملاه معاكم الفيديو اللي فات. عملت هنا نسكافيه وعملت هنا كوبايه قهوه ليا. طبعا زي ما انتم عارفين اللي متابعيني انا بعمل القهوه ما بغليهاش.
طبعا هنا بقى كنت عملت شاي اخضر، وكنت هنا نشرة غسيل. فانا قلت خلاص بقى اما اطلع ايه اعيش مع نفسي في الشمس كده شوية، انا بحب الجو بتاع الصبح ده. خدت كوبايتين الشاي الاخضر بقى، كانت بنتي كنت عامله لها كوبايه معايا، وطلعنا وقفنا في البلكونه شويه، وقلت اطبق بقى الغسيل وانا واقفه اتسلى كده، اظبط نفسي علشان اشحن طاقتي واودي باور لنفسي كده ونشاط، عشان ادخل قدامي كام حاجه هعمله. طبعا انا ما قلبتش الشقه كلها، ده اليوم اللي هو بعد العاصفه على طول. فانا قلت لا، انا مش هقلب الشقه، يعني انا بما اني العاصفه ما كانتش شغاله اساسا، الجو كان مطرب خفيف، كنت انا اساسا بلمع حاجتي وكله. فهنا طبعا قلت لا، امسح بقى البلكونه، شايفين الميه على ما اني كنت ماسحه البلكونه بالليل. النظافة دي ملهاش حدود، وبعدين الست شاطرة ملهاش كتالوج، يعني كل يوم لازم تبقي عاملة، ملكيش كتالوج معين. يعني أنا هنا قلت خلاص هبتدي بأوضة النوم النهاردة، أظبطها تظبيطة كويسة، أطلع الحاجة أهويها بقى بما إن الجو تحفة تحفة تحفة. فأنا قلت خلاص الشمس جميلة وغرتني، وأنا من الناس اللي بضعف بصراحة قدام الشمس وهواها كده. والجو هوا وجميل كده، طلعت كوفرتا والملاية وكله، قلت هوي الأوضة وانضفها تنظيفة على السريع. ومسكت شيش البلكونة، هنا كان عليه تراب من جوه كده، نزلت بحبة مية نضف، ولا نفضت ولا عملت عشان ما عفرش نفسي وعفر الدنيا، والعفرة اللي بره هتدخل لي جوه. فانا هنا قلت لا، المية احسن انزل اللي على الشيش بتاع البلكونة كده. طبعا بعد ما طلعت الحاجة بقى في الهوا كده تتهوى، دخلت بقى لمع الأوضة تلميعة معتبرة، ونفض الستارة كده وباب كل حاجة. قلت يعني انا عملت الشقة كلها، بس انا حبيت اصور لكم بقى المقطع ده. ظبطت الدنيا بره وخليت الدنيا زي الفل وزي العسل، وقلت بقى اوضه النوم اخدها كده اصورها لكم برضو، يمكن تتشجعي وتقومي وتتحركي وتشدي نفسك كده وتجري جري، تجيبي الجردل وتجيبي حتة نلمع بيها مع بعض، علشان تحسي ان انتي مدية لنفسك طاقة. انا عاوزاكي تدي لنفسك طاقة ونشاط كده، انتي اللي تدلعي نفسك وانتي اللي تحمسي نفسك، محدش هيدلعنا، احنا ندلع نفسنا. فده شعار، يعني انا احب ان انا اشوف انا بحب ايه، واقعد ادلع نفسي وافخم في نفسي كده، علشان طبعا احس ان انا يعني ليا قيمة كده. طبعا هنا كنت خلاص بقى لمعت الأوضة، وقلت هنا بقى قفلت الدنيا عشان الدبان والناموس بقى اليومين دول بصهم فظيع. فانا قلت خلاص احافظ على التلميعة بقى. هنا طبعا قلت بقى خلاص هاخد بقى المرتبة هنا، انضفها تنظيفة سريع كده، وهقلبها بقى زي ما انتوا عارفين كده. انا بحب اقلب المرتبة وهي موجودة على السرير شمال ويمين، ده تهوية اساسا لتحت السراير، وبتغنيكي خالص على انك تطلعي المرتبة بره. يعني طول السنة كده انا بعمل كده، غير تنظيفات الاعياد وكده بطلع المراتب في الشمس وكده. بس طبعا انا عاوزة بقى انضف تنظيفة حلوة، بجيب بقى حوالين السرير ومن الجناب وكله، بجيب المراتب شمال ويمين. بحس ان دي التنظيفة دي، بحس والله العظيم ان المراتب كأني طلعتها في الشمس. وهنا الدولاب بقى طبعا ما بطلوش، بجيب الفرشة اللي انتوا شايفينها دي طويلة، وبجيب بقى اكنس من حوالين الستاير. معلش بقى انا مسرعة الفيديو لان الفيديو طويل، وانا كنت بحب اطول بس عشان اوريكم المقطع انا بعمل ايه. فانا جريته بقى عشان طبعا ما اطولش عليكي، يعني 21 دقيقة ده انجاز، لو وصلتي معايا لهنا تبقي ايه بصي. إيه فرحتي قلبي ونعيشتيني كده. بس ما تنسيش بقى لو وصلت لهنا تكتبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، وتحطي اللايك الجميل. عايزه بصمتك كده في القناه على طول، وتكتبي لي كومنت بقى. انا عايزه المتابعين اللي يعني متابعيني وبيشتركوا تكتبوا لي كومنتات كده، علشان تحسسوني ان في حد بيشوفني. طبعا كانت اخر حاجه النجفه بقى، قلت اما اطلع المعها على السريع برضو كده، كان عليها تراب بسيط. فانا قلت المعها، وجبت هنا المكنسه قبل ما اكنس بيها السجاد ولا اي حاجه. قلت اجيبها على المراتب كده، بتبقى السخونيه بتاعتها كاني طلعتهم في الشمس. وقلت اكنس بقى المشايات هنا على السريع. انا على فكره كنت يعني قبل العاصفه بيوم كنت قلبه الشقه ومروقه، بس ما صورتش والله. فانا حبيت ان انا بس اصور لكم المقطع ده، ولما هحتاج ان انا اشيل السجاد وكده وانضف الشقه تنظيفه عميقه هصورها لكم ان شاء الله. طبعا جبت بقى شفاطين بالمكنسه شمال ويمين، وفي الاخر جبت جردلي وجبت شرشوبتي، حطيت في الجردل حبه ميه برسيل جل بدوني، ونزلت هنا على حوالين بقى السيراميك اللي حوالين السجاد، اللي هي الحتت اللي بتبقى مكشوفة دي، ومن تحت السجاد خفيف كده، وفاتحة الشباك طبعا هيهولي الدنيا. دخلت بقى جري على المطبخ، كنت خلصت بقى هنا الشقة كلها من بره،
هوريها لكم دلوقتي. بس انا ما حبيتش اصور معاكم الا اوضه النوم بس، اللي هي اللي انا عملته فيها. طبعا غسلت بقى هنا الحاجات اللي طلعت من الفطار، وقلت اظبط الحوض برضو وانضف الدنيا عشان هنعمل النهارده كنت مدلعه ولادي بصراحه. يعني انا كنت مدلعاهم، كانوا طالبين مني هم بصوا من بعد العيد طالبين حاجات كتير. فانا قلت لهم هقسمها لكم على كل مره اعمل لكم حاجه. يعني طالبين مني عاوزين كحك، فانا مش هعمله طبعا لانهم هم ما عملتش كحك عيد. عايزين بديفور، فانا قلت لهم ماشي ممكن ده اعمله لكم يوم. السابليه طبعا انا عملته معاكم. طبعا حاجات كتير هم طالبينها، فانا كانوا طالبين المره دي بقى حاجه جميله قوي. هوريها لكم دلوقتي. وهنا طبعا باب الشقه ده، وقدامه من على السلم انا بوريكم انا بعمل ايه. ده والقلبة اللي هي وانتي طالعة من على السلم وانتي نازلة من على السلم، ده بجيبها عشان ما تدخليش تراب شقتي. طبعا خلي قدام باب شقتك ده جزء من شقتك، لازم طول ما قدام باب شقتك زي الفل شقتك تبقى زي الفل من جوه، ما فيش تراب يدخل لك من بره جوه. فخلي بالك على طول انك تحافظي على قدام باب الشقة والبلكونة، اهم شيء حتى لو مش هتعملي حاجة في الشقة. دول هيدوا نظافة لشقتك. هنا كنت بوريكم ان انا مفتحة الدنيا وظبطت الدنيا اهوت، ورجعت كل حاجة مكانها. وكنت ملمعة برضو ترابيزة الانتريه واللي حوالينا، وبدأت هنا انفض بقى المخدات وادخل الحاجة جري علشان طبعا ايه، اما ادخل المطبخ ما اطلعش بقى منه، ما افضلش داخله طالعه كده في البلكونه. عشان طبعا كان عدى كام ساعه، يجي 3 ساعات. فانا عاوزه اقفل بقى، يعني كفايه قوي 3 ساعات كده، دخلت الهواء وغيرت الطاقه السلبيه وهويت بيتي كده وخليت ريحته حلوه وزي العسل. ظبطت الدنيا وبدات اقفل بقى، ابتدي قفلي بقى عشان التراب، وبرده العفره لسه ماسكانه اليومين دول. طبعا كانت هنا الكوفرتة خلاص بقى، غسلتها وشطفتها وخليتها زي الفل. بدأت هنا بقى ايه، قلت قبل ما اقفل انشرها وتاخد حبة الهواء بالشمس دولة، وابتدي اقفل بقى الدنيا وادخل اشوف هعمل ايه. هنا طبعا كانت الكيكة اتشربت بقى الصوص اللي احنا عملناه بتاعها. بدأت هنا بقى اجيب الكريم شانتيه حطيته في كيس، وبدأت هنا اعمل بقى خطوط. قلت هعملها بقى ايه، خطوط كده جنب بعضها، عشان كأننا عملنا جاتو برضو، عملنا من لا شيء شيء، بس والله جميلة وطعمها مميز. والنسكافيه قلبها حرفيا، والكيكة الهوهوز خلت لها طعم جميل قوي. كأنك عملتي يعني هم طلعوا قد ايه، 14 قطعة مش 12. طلعوا 14 قطعة كأني عملتهم 14 قطعة هوهوز، نفس الطعم ونفس الريحة، بس اللي يغير كمان النسكافيه اداه على الطعم قوي وزوده وخلاه طعمه لذيذ لذيذ لذيذ. جربيها بالطريقة دي، ولادك هيعشقوها حرفيا. جميلة وخفيفة وهشة، وبصوا قوية وكلها حنية. ما تنسنيش بدعوة حلوة وبدعوة صلاح الحال ولو انت بتشوفيني لأول مرة يا ريت كومنت بس اللي يشجعني. هنا طبعا بدأت بقى اقطعها، مش عارفة ايديا بقى كانت بتحود ليه. انا في التقطيع وفي التشكيل وفي الحاجات دي ما بعرفش، انا اطلع الحاجة مظبوطة بس ساعات ممكن ابوظ شكلها في الاخر بالشكل النهائي اللي انتوا بتشوفوه. طبعا هنا عملتها، لقيت القطعتين دول هيبقوا كبار قوي، قمت عاملاهم مثلثات كده. القطعة حلوة ومعتبرة وطرية كده، شايفين شكلها جميل وشاربة من الشوكولاتة، كلها شوكولاتة حرفيا. بصراحة اللي عمل الكيكة دي وعمل اختراعها اختراع منجز. انا بعمل له برفع له القبعة بصراحة. بقول له نجدتنا يا شيخ، كانوا العيال مضيعين فلوسهم على الهوز. هنا طبعا بقى كنت خلاص استقينست كده وكان عندي اكل بايت. فانا قلت خلاص، بما اننا كنا هنا بقى بعد العصر، يعني ما كانش في ساعتها على طول، كنا اتغدينا وخلصت وكله. بدأت هنا بقى ولادي كانوا عاوزين بيتزا، قلت خلاص اعملها لهم يتعشوا بيها. طبعا جبت هنا في الوقت ده، طبعا جبت 5 كوبايات دقيق او نص كيلو دقيق زيت كوباية، وحطيت عليهم هنا معلقتين سمنة، لا معلقتين سمنة. حطيت ربع كوباية زيت او 4 معالق زيت، طعام عادي بس ما يكونش ليه ريحة. وحطيت هنا باكت خميرة فورية، وحطيت نص معلقة ملح، وحطيت 3 معالق سكر كبار، قلبتهم تقليبة حلوة مع بعضهم كده. وحطيت رشة زعتر عشان طبعا انا عاوزة اعمل هنا بيتزا زعتر، تبقى العجينة كلها شاربة من الزعتر كده. طبعا هنا جبت ميه بقى دافيه، وما لميت العجينه زي ما انتم شايفين، وعجينه طريه خالص ملزقه. لو لقيتها لزقت في ايدك كده سيبها ترتاح بس 10 دقايق، هترجعي تعجنيها. بصوا هتبقى ملبن في ايدك زي ما انت شايفاني وانا بعملها كده.
طبعا هنا بدأت كل ما تلزق ادهني ايدك بس دهنة زيت خفيفة كده، لان طبعا عشان تطلع هشة وطرية قوي 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 وجميلة كده وما تبقاش ناشفة لازم تبقى بالتلزيقة دي. طبعا هنا تدهني دهنة ايد يعني عشان تعرفي تتحكمي فيها كده، دهنة زيت خفيف. وما بين العجنة والعجنة اللي متابعني انا ببقى بسيبها 5 دقايق. ال5 دقايق دول كأني اشتغلت فيها بترتاح، فبتسهل عليا العجن، ولا عجان ولا اي حاجة. عملنا عجينة بايدينا احنا، ربنا يخلي لنا ايدينا كلنا طبعا، ولا عجان ولا بتاع. وبعدين بتنشطي نفسك بحاجات زي دي، بتلاقي نفسك كده والله العظيم بتنجزي وعاملة معجزة بصراحة. تعرفي انها اتعجنت ازاي؟ لما تلاقيكي بتشديها زي ما انا شديتها كده وما تتقطعش منك خالص، لا لا عرق، العرق بتاعها جامد كده هو. هتقومي جايبه بقى بوله دهنه زيت خفيفه، وتبتدي هنا تقلبي العجينه فيها. انا جبتها شمال ويمين وجبتها من فوق ومن تحت عشان طبعا كانت ملزقه. وهتحطي كيس وتسيبيها لمده ساعه تختمر، ساعه بالظبط كانت بقت زي الفل. طبعا واكيد المكان يكون دافي عشان تخمر معاكي بسرعه. طبعا هنا بقى ظبطت الدنيا، بدات امسح بقى هنا الرخامه واظبط الدنيا مكان العجن، واحط كل حاجه مكانها. واجيب هنا طبعا كيس صلصه و... وجبت فص توم هرسته، وحطيت نص معلقه فلفل اسود ومعلقه زعتر، وهتبتدي ومعلقه زيت طعام كبيره طبعا. وتقومي مقلباهم تقليبه حلوه مع بعض كده. صدقيني الدهنه دي اللي بندهن بقى وش البيتزا بتخلي ريحه البيتزا تحفه تحفه تحفه. كانت هنا خمرت بقى، عدى ساعه عليها. طبعا في الخلال ده كنت انا مش مريحه، كنت بغسل مواعين وفي حاجات كنت بعملها وكده. طبعا جبت الصواني بتاعتي بقى دهنتها دهنة زيت، وبدأت هنا اقسم العجينة. لو العجينة جيتي تفرديها وبقيت وبتلم منك، سيبها ترتاح يعني، وابتدي في الاولانيه. شايفين انا هعمل ايه؟ خلي بالك بقى من الخطوه دي. بقى بدات اخد اللي انا ابتديت بها الاول، افردها نص فرده كده، لا تلم اسيبها في جنب واخد التانية. هفضل على كده لحد ما تتفرد معايا للاخر خالص. اهو شايفين، هاخد دي وارجع احط دي وارجع ابتدي بالاولانيه لحد نص فرده بس كده. كل ما تفرديها نص فرده بترجع تفرد معاكي تاني، ومش لان في ناس بتشتكي انها مثلا بتمط معاكي زي الاستيك وكده. لا سيبيها ترتاح شويه، وابتدي بواحده تانية على ما دي ترتاح تكون التانية اتفردت. فاهمين قصدي ازاي؟ هنا طبعا بتبتدي بقى تفردي ايدك على الحروف، ما ترقاهاش من النص قوي عشان طبعا ما تبقاش ايه رقنقه وناشفه وكده. هي مش ناشفه ولا حاجه، هي هتبقى جميله وزي العسل. بس خلي ايدك على الطروف، ما تخليش ايدك في النص يعني، ابتدي افردي من الطروف. هنا طبعا كل ما بفرد من الطرف بيلم، فبحب انا العمله دي ان هو يلم يبقى مبروم كده، عشان دي الحرف بتاع البيتزا بقى تطلع معاكي تخينه كده، واللي في النص تبقى شكل تاني. بيبقى شكلها حلو قوي بعد التسويه. طريقه حلوه وجميله، وعيالنا كلنا، مش هقولك عيال انا بس، انا عيالي بيعشقوا البيتزا بصراحه. ودلوقتي الواحده قد كده بره بال200، بسمع انا ارقام بصراحه خزعبليه مش عارفه في ايه. طبعا من حبه دقيق وحبه خضار وكده هنعمل احلى بيتزا. طبعا هنا بدأت بقى اخرمها، اخرج الهواء اللي فيها كله عشان طبعا لما تدخل الفرن ما تقبش كده يعني. الخروم اللي هي بالشوكة دي هتمنع ان البيتزا تعلى معاكي. وهنبتدي بقى ندهن بقى ايه ال الارضيه بتاعتها، مش هندهن الحروف. انا عاوزاها زي بتاعت بره، تبقى الحروف من شكل واللي في النص ده شكل تاني. طبعا هنا زي ما انتوا عارفين واللي متابعيني، انا ما بعملش البيتزا الا بالجبنه الموزاريلا بس، الخضار والجبنه الموزاريلا. انت عاوزه تضيفي فراخ، تضيفي سجق، تضيفي بسطرمه، براحتك بقى، دي الكوره في ملعبك. اعملي اللي انت بتحبيه وولادك بيحبوه. انا ولادي بيحبوها كده يعني، لما بعملها بالفراخ بيشيلوا الفراخ من الجنب كده ويرموا. لو بالكفته جربتها بجميع الانواع، هم ما بحبوهاش الا بالطريقه دي. طبعا كنت مخرطه طماطم وشايله القلب بتاعها، اهم شيء شيلي القلب عشان ما يعملكش ميه عليها. وجايبه فلفل هنا وبصل، وفلفل الوان، فلفل اخضر وفلفل الوان، وبدات اوزع على ال3 بيتزات. والله يعني دول ما حصلوش كيلو الا ربع دقيق، 5 كوبايات يعني، مش كيلو الا ربع. وعملوا لي 3 بيتزايات معتبرين.
وحطيت زيتون هنا. هبتدي ادخلها بقى الفرن، ولما تطلع تاخد نص سوا كده احط الجبن. يعني طلعتها هنا واحده واحده واحط الجبن، لان طبعا الجبنه اما بحطها معاها وهي داخله لسه هتستوي الجبنه بتنشف وما عادتش الجبنه زي الاول كده بتمط. طبعا انا جايبه جبنه رومي مبشوره وجبنه موزاريلا، طعمها جميل وادى الطعم فعلا عن الجبنه الموزاريلا لوحدها. رشه زعتر جميله كده في كل بقى بيتزايه كده تديكي بقى ريحه الايه، البيتزا بتاعت بره. وحاجه بنظافه، وانتي اللي عاملاها بايدك. عارفه عيالك بياكلوا ايه؟ بياكلوا اكل صحي، ومش كل حين وكل حين ومين يعني بنعمل الحاجات دي. فطبعا لازم نعملها بطريقة جميلة، وطبعا وتسلم ايديكم مقدما يعني لو عملتيها وجربتيها. سهلة وبسيطة وسريعة وفي نفس الوقت منجزة، و... وانتي عارفة ان عيالك ان شاء الله هياكلوها يعني. جميلة وكفت والله، وفاضت عندي وعنتها لتاني يوم في قلب التلاجة، وجيت برضه دخلتها الفرن سخن كده، كانت زي العسل. وبص كأنك لسه عاملاها. طبعا هنا كانت خلصت بقى وطلعت. بدأت هنا بقى قلت ما اوريها لكم، شايفين طرية زي الفطير بالظبط، طرية ولا ناشفة ولا اي حاجة. هنا بدأت بقى اقسمها. وتعرفي البيتزا الناجحة من ايه؟ انك بتعمليها زي السندوتش كده طرية بتتمط العجينة تروح وتيجي معاكي كده بعد التسوية. لكن لو ناشفة كده يبقى ناقصها حاجة بقى. هنا طبعا بدأت احط الكاتشب، لان ولادي لو اتليموا على الازازة دي هيخلصوها، فانا حطيتها لهم بقى زي بتاعت بره بالظبط. حبيت اعمل لهم الشكل بتاع بره، يعني زي ما بتيجي من بره كده وموزعين الكاتشب عليها، فانا حبيت اوزعها لهم. هنا شايفين شكلها جميل قوي. يا ريت تجربوها بالطريقه دي، ويكون فيديو النهارده كان خفيف على قلبكم وانا كنت ضيفه خفيفه على قلبكم. ولو عجبك الفيديو حطي اللايك واشتركي في القناه. واقول لكم ايه، ادعوا لي بصلاح الحال. ربنا يصلح حالي وحالكم يا رب. اللهم امين. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد مع الف مليون سلام.